انت عارف ان احنا اللحظة المثالية مجرد وهم؟ ليه بنقع في فخ الانتظار؟ خايفين نفشل ودايما حاسين بالأمان في وقت الراحة. دايرة الراحة دايما هي دايرة الأمان، بس هي مجرد وهم. انت خايف بس من مواجهة الأخطاء، بالغ في التخطيط زيادة عن اللزوم والتحضير عشان خاطر طالق بقى أو يتجلى قدامك جيل تأجيل تأجيل، مقارنة دايما طول الوقت. نجاح فلان وأنا مش ممكن أبقى مكانه، وده بدايته عاملة إزاي. خليك في نفسك وابدأ أنت وأنت تعرف هو كان بادئ إزاي ولا حياته كانت عاملة إزاي قبل ما تشوف النجاح الفظيع ده. كل واحد بيبتدي صغير وبيكبر واحدة واحدة وبيتدرج. خرافات بتدمر أحلامنا لازم نكسرها وتبدأ عشان خاطر تكون مستعد. والاستعداد ما بيحصل بتعلم وانا شغال. هتقعد تقول الوقت مش مناسب، الحقيقة ان الوقت المناسب مش هيجيلك وانت قاعد، انت اللي بتعمل الفرصة. هتقول عايز فلوس وعايز موارد عشان خاطر اعمل مشروع ولازم ابتدي كبير، اعمل مشروع كبير. ابدأ بموارد محدودة وباللي في ايديك وابتكر، والموارد المحدودة بكرة تكبر وتخلق نجاح كبير. ازاي تخدع عقلك وتبتدي فورا؟ لعبة ال5 دقايق. يعني ايه؟ يعني ايه لعبة ال5 دقايق؟ يعني ابدأ بداية سهلة خالص. قول لنفسك انا هشتغل 5 دقايق، وهتلاقي نفسك ماشي ماشي ماشي. ابدأ بأسوأ النسخة، ابدأ من مشروع غير مكتمل، ابدأ بمسودة سيئة، حسن واحدة واحدة. حفز نفسك فعلا ان انت هتنفذ. خليه قدامك كده إلزام علني كده، قوله قدامهم، قدام أهل بيتك أو الناس اللي يهموك حواليهم. أنا هعمل كذا 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 عشان خاطر يبقى إلزام حتى قدامهم. لو حاولت إن أنت تتراجع كده أو إن أنت تكسل، ما أنا قلت إن أنا هعمل كذا، أنا هرجع في كلامي صح؟ احنا بنخاف من نظرة الناس اللي حوالينا، وبنخاف من كلام الناس أكتر ما بنخاف على نفسنا. ايه اللي هيحصل يعني لو مبدأتش النهاردة؟ لا، ابدأ وقوم، ابدأ وكمل بكرة. كل يوم بيعدي عليك خسارة بتعدي عليك، وعمر بيضيع منك، ووقت بيروح منك، وخبرات وفرص بتروح منك. على فكرة الندم أسوأ بكتير من الفشل. الناس اللي بتندم على الحاجات اللي ما عملوهاش أكتر من الناس اللي فشلوا في المحاولات. ابدأ بأي حاجة، ابدأ حتى لو بشكل سيء. مفيش حد بيعمل أي حاجة في الأول بتكون أحلى حاجة، لازم بتبقى في الأول مش متظبطة، بعد كده مع الوقت بتبقى أحسن حاجة، بتبقى أحسن فأحسن فأحسن لحد ما بيوصل للحظة المثالية بالنسبة له. عشان مفيش حاجة اسمها مثالية، كمال لله وحده. فاللحظة المثالية دي وهم. ابدأ دلوقتي حالا، ابدأ الآن، ابدأ دلوقتي باللي موجود وتدرج. خلي في حياتك تقدم تراكمي حتى لو كان بنسبة 1% يوميا، هتوصل لأبعد مما تتخيل. كل شيء عظيم بدأ في الدنيا بدأ بفكرة وبدأ بخطوة صغيرة. كل حاجة وصلنا لها النهاردة كانت بدايتها فكرة صغيرة. انت مستعد انك تتخلى عن انتظار اللحظة المثالية؟ السؤال ده انت اللي هترد عليه. مستعد ولا لأ؟